بشرتكم جافة متشققة، بتحسوا ما فيها نضارة أو بتحسوها شاحبة طول الوقت، فتعالوا أعطيكم روتين للعناية بالبشرة الجافة، وخاصة إذا كنتوا بدكم تبلشوا هلأ اهتمام ببشرتكم مشان ما توقعوا بأخطاء أنتم بغنى عنها. أول شيء بنعمله إنه بنختار غسول لطيف على البشرة، يعني ما بروح بجيب غسول فيه ساليسيليك أسيد أو غسول فيه لاكتيك أسيد، لأنه هاي المكونات رح تجفف البشرة بشكل كتير كبير، ونحن أولريدي أصلا عنا البشرة جافة وما فيها كتير مفرزات دهنية. فبنختار مثلا غسول فيه هيالورونيك اسيد، سيراميد، مثلا تريغليسيريد، سيكوالين. هدول المكونات رح بتساعد الغسول على انه هو ينظف البشره من دون ما يجففها، بالاضافه لانه بتدعم صحه حاجز الجلد وبتستعيد وظائفه الطبيعيه. من الغسولات اللي ممكن نستخدمها عندنا الهايدريتنج فيشل كلينزر او الهايدريتنج كريم تو فوم كلينزر او الهايدريتنج فومينج اويل كلينزر، وهدول كلهم من سيرافي. والاخير بنستخدمه للبشره الجافه للجافه جدا. وممكن نستخدم ايضا السنسيفيو كلينزينج فومينج جel من بايوديرما او الفوم كلينزر من فيلورجا او التوبيا لايس جنتل كلينزينج كومبلكس من اس في ار. هلا بنجي للخطوه الثانيه واللي هي استخدام التونر. في ناس بتستخدم التونر، في ناس ما بتستخدمه، هذا الشيء بيرجع لكم. بس استخدام التونر بشكل اساسي بيكون لنتاكد انه نحن شلنا كل الاوساخ اللي موجوده على البشره، بالاضافه لازاله بقايا الغسول بحد ذاته، تجهيز البشره لانه تمتص المنتجات اللي رح نطبق عليها بعدين بالشكل الصحيح. اهم شيء لما نختار تونر للبشره الجافه لازم يحتوي على مواد ملطفه ومرطبه للبشره، مثل الهيالورونيك اسيد، الالوفيرا، زيت جوز الهند او غيرهم. من التونرز اللي ممكن نستخدمهم للبشره الجافه في عندنا الهايدريتنج تونينج لوشن من كلارينز، او الهايدريتنج تونر من سيرافي، او الثايرز فيشل تونر بخلاصه الخيار او بخلاصه جوز الهند، وهذا الشيء بيرجع لكم، واكيد في غيرهم تونرز كثير. بعد استخدام التونر بصير وقت استخدام السيرم، وبالنسبة للأشخاص اللي ما بيستخدموا التونر فبيستخدموا السيرم بعد استخدام الغسول وقبل استخدام المرطب. إذا بتحسوا بشرتكم متعبة، مرهقة، ما فيها نضارة أو مثل ما بنقولها بالسوري سالتة، فبتقدروا تستخدموا سيروم الهيالورونيك أسيد 2% بلس بي 5 من ذا أورديناري، أو مثلا سيروم الأمينو أسيد بلس بي 5 من ذا أورديناري، أو سيروم البوليجلوتاميك أسيد من ذا إنكيليست. وعلى فكرة البوليجلوتاميك أسيد قوته 4 أضعاف الهيالورونيك أسيد من ناحية حبس الرطوبة واعطاء البلامبينج افكت للبشره. اذا كان بشرتكم شاحبه، دائما فيها احمرار، بدكم توحدوا لون بشرتكم، فبتقدروا تستخدموا سيروم النياسيناميد. من امثلتهم عندنا سيروم النياسيناميد 10% بلس زنك من ذا اوردينري، عندنا كمان سيروم النياسيناميد من ذا انكيليست، وعندنا سيروم البيور نياسيناميد 10 من لا روش بوزي. اذا بشرتكم فيها تجاعيد، علامات تقدم بالعمر بشكل عام، فيها سكارز او نتبات، فبتقدروا تستخدموا سيروم الريتينول. واهم شيء انه سيروم الريتينول بيستخدم ليلا فقط، وبنبدا بدوز خفيف لحتى تتعود عليه بشرتنا، بعدين بنرفع الدوز. من امثله السيرامات اللي فينا نستخدمها عندنا ريسورفيسنج ريتينول من سيرافي، او ريتينول بي 3 من لاروش بوزي، او ريتينول سيرم من ذا اوردينري. طبعا انا بفضل نبدا مع ذا اوردينري لانه هن عندهم اكثر من دوز، 0.1 0.2 0.5، وبعدين بيوصل عندهم لل 1%. فنحن هون بنبدا مع الدوز الخفيف، وبس تتعود عليه البشره بنبقى بنرفع الدوز بعدين. هلا ممكن مثلا يجينا تعليق انه ليش عم تحكي عن ذا اوردينري وذا انكيليست كثير بموضوع السيرامات. ذا انكيليست وذا اوردينري هدول الشركتين، يعني انا كثير بحب منتجاتهم لانه هن بيحاولوا يعتمدوا بتصنيع منتجاتهم على ماده فعاله وحده او اثنين ماكسيموم، فهون كثير بخف عنا خطر انه يصير عنا حساسيه من ماده فعاله ثانيه موجوده ضمن السيرم. واكيد بعد استخدام السيرم لازم نستخدم المرطب، والمرطب مو بس بيعمل على ترطيب البشره، كمان راح يحتفظ بالمواد الفعاله الموجوده ضمن السيرم. ولما نختار مرطب للبشره الجافه بنختار مرطب اساسه زيتي ليرطب البشره بشكل مكثف ويعطيها حاجتها من الدهون، يا ما بنختار مرطب اساسه مائي. من امثله المرطبات ممكن نستخدمها للبشره الجافه عندنا الديلي مويسترايزنج لوشن من سيرافي، المويسترايزنج كريم من سيرافي، الفيشل مويسترايزنج لوشن اي ام او الفيشل مويسترايزنج لوشن بي ام من سيرافي. كمان عندنا الليبيكار بوم من لاروش بوزي، ممكن سيكا بلاست بوم بي 5 كمان من لاروش بوزي. في عندنا ناتشورال مويسترايزنج فاكتورز بلس اتش اي من ذا اوردينري، او الفيتامين بي سي اند اي مويسترايزر من ذا انكيليست. واكيد اخر خطوه واهم خطوه بكل روتين هي استخدام الواقي الشمسي. واهم شيء انه نختار واقي شمسي نحبه ونلتزم باستخدامه، لانه الالتزام باستخدام الواقي الشمسي هو اهم من البراند تبع الواقي الشمسي. امثله الواقيات الشمسيه اللي ممكن نستخدمها للبشره الجافه، في عندنا الهايدريتنج مينرال سان سكرين من سيرافي، او مثلا الفوتوديرم كريم من بايوديرما، او الانثيليوس هايدريتنج كريم من لاروش بوزي. في عندنا كمان ميديسان كريم من اي سي ام، او مثلا افين كريم. كلهم تقريبا نفس الكواليتي، وبيجي منهم تنتد ونون تنتد، يعني بيجي بلون او بدون لون، وهون الخيار بيرجع لكم. طبعا ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو لحتى يستفاد منه اكبر عدد من الاشخاص. وبالنسبه للمنتجات اللي ذكرتها بهذا الفيديو فانا اعطيتهم لاشخاص بشرتهم جافه جربوها واعطوني فيدباك حلوه، لانه انا اصلا بشرتي دهنيه وما بقدر استخدم هي المنتجات عليها.
في شغله كثير ضروري اني اقول لكم اياها، لا تضيعوا فلوسكم على الفاضي وتشتروا منتجات اذا ما بدكم تلتزموا باستخدامها، لانه المنتجات ما رح تعطيكم اي فعاليه او فائده طول ما هي على الرف وما انكم عم تستخدموها.